انا جاي اتكلم عن اسوأ نوع ممكن يحصل في كوريا او الصين، اللي هم الساسانج. وهتسألوني ايه الساسانج دول؟ ناس مهووسة بالفنانين، ايا كان فنان بيغني بيمثل، المهم ان هم مهووسين لدرجة صعبة، والهوس بتاعهم بيأذي الفنان بتاعهم. الناس دي ما عندهاش مشكلة انها تأذي الفنان بتاعها في سبيل ان هي تبقى مرتاحة ومبسوطة. يلا نجيت ريدي مع بعض واحنا بنتكلم عن الساسانج المهووسين. او مين دول الساسانج؟ علشان اكيد في ناس ما تفهمش معنى كلمة دي. الناس المهووسة او الفانز المهووس بفنان، اذا كان بقى مغني اذا كان ممثل، المهووسين عامة. الساسانج دول ناس مهووسين بالكوريين فوق ما تتخيلوا، او ناس مهووسة. اللي انا بتابعهم عامه الكوريين او الصينيين، فالساسانج دول ناس مهووسين، فانز مهووس بفنان، اذا كان مغني اذا كان ممثل، ايا كان هو ايه، مهووسين. عادي ان في ناس تبقى مهووسه بالفنانين بتوعهم، بيكونوا بيحبوهم قوي، فبيبقى الحب تحول الى هوس. بس مش العادي ان الهوس ده يبقى مؤذي للفنان. هتقولوا لي ازاي الهوس ده بيأذي الفنان؟ هقول لكم بيأذي ازاي. لما نشوف فنان بيجري في المطار، بيجري يعني فعليا ساب البودي جارد بتوعه، يعني بيجري يا جماعه، بيجري، بيهرب، بيحاول يهرب، بيحاول يعني ينفذ بجلده، بمعنى اصح بيحاول ان هو ينقذ نفسه من اللي هيحصل له. يبقى ده مش هوس طبيعي. تخيلوا بني ادم بيحاول ينقذ نفسه من المجانين اللي بيجروا وراه في المطار. ده كمان تخيلوا تبقى في الجيش وطالع. انا حطيت الباودر الغلط تقريبا، لان دي الباودر اللي بتلمع. تخيلوا فنان خارج من الجيش عشان يروح بيته ويرتاح بقى من تعب الجيش وغيره، يروح يلاقي واحدة واقفة له قصاد باب البيت ومعاها شنطة، مع شنطة هدومها، فيها هدومها وفيها حاجاتها، واقفة مستنياه. وهي اكيد يعني مستنياه على امل بقى انه يرجع وياخدها معاه ويدخلها مع البيت جوه. ما هو يعني هنفهمها ازاي؟ هو عامة المنتجات الكورية بتلمع الوش وبتخليها جلوي كده وحلوة، بس انا واحدة ما بتحبش الوش اللي بيلمع كده زي الكوريين، فهنطفي كل الكلام ده في الاخر بقى. المهم الفنان ده جونكوك من بي تي اس، واكيد كلنا عارفين بي تي اس. الراجل طالع من الجيش عادي، عايز يروح بيته يرتاح، خلاص بقى. اصبح في اليوم اللي خرج فيه من الجيش لقى واحده مهووسه صينيه واقفه له قصاد باب بيته بشنطه هدومها. ليه؟ ما نفهمش. هي اكيد متوقعه انه جونكوك هيجي فهتسلم عليه، هيسلم عليها، لا لا تعالي ندخل البيت يلا. هتلاقوني بعمل كل حاجه عشوائيه بس عادي. انا بتكلم في موضوع، طول ما انا بتكلم في موضوع مش هبقى مركزه. واقفه له قصاد باب بيته زي ما قلت لكم. ليه؟ علشان هيدخلها بقى مع البيت بقى. يعني املها بقى في الحياه كله ان جونكوك يدخلها مع البيت بقى، هي جايه عشان كده. اسيب السهوله دي. تخيل تروح لفنان قدام بيته، يلا يا فنان انا جايب لك شنطه هدومي وجايبه كل حاجتي وانا هدخل معاك البيت. هو ده الجديد دلوقتي، ده الستايل الجديد. يعني انا لو مكان الفنان ده والله العظيم هترعب ان في بني ادمين كده عايشين معايا في نفس الدوله اللي انا فيها، مجانين. بالمناسبة أنا بستخدم الدرجة دي من تشاو عشان بحب البينكات قوي في البلاش. عامة بحب أي حاجة بينك. أنا عارفة إن اللمعة مش راضية تروح، بس مش عارفة، حاسة إن الجو حر وحاسة إن التوبك محررني كده، فكل ده هيظبط في الآخر. هحط ماسكارة بارادايس اللي هي بتاعت لوريال الجديدة اللي هي بارادايس. فاللي انا عايزه اقوله ان هم مرضى، والله العظيم مرضى. انا طبعا ما كنتش فاهمه الموضوع كده خالص، والله ما كنت فاهمه الموضوع كده. انا لما بدات اندمج لقيت ان الفانز الكوري والفانز الصيني مهووسين. انتوا متخيلين بيجروا ورا الفنان في المطار، بيروحوا له عند باب بيته معاهم شنطه هدومهم؟ انتوا مش متخيلين. وطبعا خدوا بقى كبيره، الفنان ده ما ينفعش يتجوز، ما ينفعش يرتبط، ما ينفعش يطلع عليه اي اشاعه لها علاقه باي بنت. يعني لو جرب ان هو يرتبط او جرب ان يطلع عليه اشاعه ارتباط او اي حاجه هيتكنسل.
هيتكنسل، يعني هيتشتم، هيتهزق، هيتمرمط بمعنى اصح، هيتبهدل. بص كل حاجه فكروا فيها هتتعمل له. احنا حطينا جنب، والجنب بجد حلو، الجنب حلو بجد، فنروح نحط الجنب التاني. جماعه فاكرين لما كنت بشتكي لكم من الماسكارا في فيديو قبل كده عن الميك اب؟ اول مره تعجبني ماسكارا كده بجد. شايفين انا برطب كيران دمور اللي هي دي بكوكونات حلوة. الفنز العربي مختلف، لانه حتى لو مهووس بفنان او مغني ما بيروحوش يقفوا قدام بابتهم، مش بيبهدلوهم في المطار، مش بيكنسلوهم لو قرروا انهم يتجوزوا او يرتبطوا يعني. المهم ان الفنان بيتكنسل، وكان في فنان من اكسو اتجوز وخلف من غير ما الفانز بتوعه يعرف، بس لما الفانز بتوعه عرف قامت قيامه، عايزين يخرجوه من الفرقه، كانوا مبهدلينه. هو طبعا ما خرجش وده حاجه كويسه، ولكن اتكنسل واتبهدل كتير جدا جدا، وطلع عينه حرفيا علشان يعني عاوز يقول لهم يا جماعه دي حياتي، يعني هو انا هفضل عايش طول حياتي كده على انتوا تحبوني هتتجوزوني طيب في الاخر؟ ف لا يعني لا بجد الساسانج دول اسوأ حاجة ممكن اي شخص قرر ان هو يمثل، قرر ان هو يعمل حاجة في حياته ويدخل عالم الفن يفكر جديا قبل ما يدخل، بسبب المرضى النفسيين اللي حواليه بالذات الكوريين والصينيين. جماعة لو قررتوا تعملوا سيرش وتشوفوا هم بيعملوا ايه فيهم هتتصدموا بيحصل لهم ايه في المطار، هتتصدموا بيحصل لهم ايه في الحياة العامية. الشهرة في كوريا او الصين بالنسبة لي بما اني انا متابعة صعبة موت. انت قصاد الشهرة دي بتواجه متاعب، بتواجه بهدلة، بتواجه بجد متاعب وبهدلة مش طبيعية. مش عايزة احط هايلايتر من كتر ما بلمع، بس شايفين؟ واو، شايفين الهايلايتر؟ واو، لمعة ما وراءها واو. حياة الفنان بجد في البلاد الآسيوية صعب قوي، إلا مثلا بلاد معينة زي تايلاند بجد الناس هناك بيحترموا الفنانين بتوعهم عكس كوريا والصين. وفي مسلسل صيني كنت بتابعه، المسلسل ده كان بيوضح قد ايه ان الفنان مش لازم يكون مغني او ممثل، ايا كان حد مشهور في الدولة دي في الصين او كوريا، الناس مهووسة بيه لدرجة ان هم ممكن يأذوهم. المسلسل ده اسمه وقعت في حب ابتسامتك، حاجة زي كده. مسلسل صيني بيتكلم عن بنت ولد، الاتنين مشاهير، بنت بتحب المشهور ده، حوارات كبيرة. المهم في الاخر وفي الاول ان هم حاولوا يأذوا البنت دي اللي هي بتحب الشخص المشهور يعني، فكان حوار كبير بس بيوضح قد ايه ان الهوس وحش. طبعا استسلمت الامر الواقع وهطلع بلمعتي دي عشان مفيش حل، اللمعه دي مش راضيه تروح، فخلاص هنحط باد سبلاش. انا بجد الباد سبلاش ده هتكلم لكم عنه تحفه يا جماعه، ريحته زي الكاندي كده، حاجات اللي هو تحسوا كده كاندي، حاجات حلويات كده للبنات كده، تحفه قوي، ريحته فظيعه بجد، حلو موت. تحسوا ريحتكم كده كاندي وتحسوا ان انتوا بنويت كده ريحتهم حلوه. وبس كده الموضوع كان شاغلني، قلت وانا بعمل جيت ريدي ويز مي اقول لكم على الساسانج اللي بجد انا شايفه ان هم مرضى فوق ما تتخيلوا. بني ادمين شايفين ان هم مدين نفسهم الاحقيه ان هم يتحكموا في حياه الفنان، مدين نفسهم الاحقيه ان هم يسيطروا عليه، ان هم يأذوه، ان هم مدين نفسهم احقيه في كل حاجه تتدخل في حياته، لدرجه ان الفنان بيطلع يقول انا انسان زيكم، بس مين بقى يفهم؟ مين يفهم؟ وبرده كان في فيلم لشاروخان بيوضح حاجه زي كده اسمه فان تقريبا. الفيلم ده برده بيوروكوا قد ايه البني ادم لو اتهوس بفنان ممكن يحصل فيه او يعمل ايه او يوصله لايه. فبجد انا الفنانين بيصعبوا عليا قوي، و حقيقي ربنا معاهم على اللي بيحصل لهم في حياتهم من الفانز دول، واللي مش هيرتاحوا في حياتهم بسبب الفانز دول. بس كده انا خلصت. انا عارفه اني بلمع بس مش مشكله، خلاص انا هخرج كده
هقول لكم على روتين ان شاء الله الفتره الجايه الكوري اللي بستخدمه. انيون.